بسم الله الرحمن الرحيم. بكل الحب والاحترام، صالون همسات الوادي الشقي الشاعر أيمن إسماعيل في ضيافة المركز المصري العربي للإبداع والتميز برئاسة الشاعر يسري سلطان ونادي برج العرب. نرحب بكم وأتمنى أن يكون اليوم هو يوم الحب والإبداع. اليوم نحتفل معا بأكثر من مناسبة سعيدة، أهمها وجودنا معكم. نحتفل معكم بعيد ميلاد صالون همسات الشاعر الوادي الشقي الشاعر أيمن إسماعيل. نتمنى أن نكون وفقنا في العام الماضي، ونتمنى أن نوفق دائما معكم وبكم يكون النجاح. تحية شكر وتقدير وإجلال لكل من لبى الدعوة وشرفنا بالحضور، ونلتمس العذر لكل من لم يستطع مشاركتنا اليوم. تحية شكر وتقدير لكل من الشاعر الكبير يسري سلطان، رئيس المركز المصري العربي للإبداع والتميز، الأستاذ أحمد عبد القادر مدير نادي برج العرب، الأستاذ سعيد عبد الله المشرف الثقافي بالنادي، الأستاذ إبراهيم العشيبي الأمين العام للمركز المصري للعربي للإبداع والتميز، والصحفي الإعلامي صابر العبقري المنسق الإعلامي للمركز المصري العربي للإبداع والتميز. نشكركم على توفير هذه الضيافة الكريمة للصالون ولجميع الحضور. أكرر شكري وترحيبي بكم جميعا، وأتمنى لكم يوما يمنع الحب والاحترام والإبداع. والآن نرحب معا بضيوف المنصة. هو أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة طنطا، أستاذ الأدب والنقد، من مؤلفاته فن المقامة لأسامة بن منقذ، تنازع الأشعار في التراث العربي، قضايا الشعر في صدر الإسلام، تحقيق كتاب العصر لأسامة بن منقذ، تحقيق مقامات ابن الناقية، تحقيق أوراق في النقد النثر لقدامى بن جعفر، فن المقامة في القرن السادس، التيار المشرقي في الأدب الأندلسي، الشعر الجاهلي بين القصيدة والمقطوعة هو الدكتور حسن عباس. هو مكتشف المواهب، صاحب فريق ميوز طارق، اشترك بالفريق في مهرجانات أجيال الطفولة بدار الأوبرا تحت رعاية الفنانة تيسير فهمي. تم تصوير الفريق في القناة الأولى وبريد مصر هتفضل شمس الكون، وقد تم تكريمه العديد من المراكز الثقافية ووزارة الثقافة. هو صاحب صالون وفريق نافع نيو ستار أستاذ محمد نافع بسوري. بخل علينا بسيرته الذاتية، فهو شاعر غنائي سكندري، رئيس نادي أدباء قصر ثقافة برج العرب، رئيس مجلس إدارة ملتقى الإبداع ببرج العرب، رئيس المركز المصري العربي للإبداع والتميز، له ديوان وغنى الطير، له أغاني مغناة في الشرائط الكاسيت والتلفزيون. هو الشاعر الغنائي السكندري يسري سلطان.
هو عضو مجلس إدارة نادي أدباء القناطر الخيرية، شارك في العديد من الندوات الأدبية في جميع محافظات الجمهورية، نشرت أعماله في العديد من الجرائد والمجلات الأدبية المتخصصة، حاصل على العديد من الجوائز في الملتقيات الأدبية، ضيف لأكثر من مؤتمر أدبي، قام بتكريم العديد من الشعراء، صاحب ديوان الحلم، له ديوان تحت الطابع دندنة عشر، الملقب بالواد الشهيد الشاعر أيمن إسماعيل. والآن الكلمة للشاعر أيمن إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهما وصفت سعادتي بوجود القامات والأساتذة العظام، كل من في القاعة أستاذي، تعلمت منه وأتعلم منه، فكلكم أساتذة، فسعادتي بالغة بوجودي بينكم وتشريفكم صالون همسات الواد الشقي. ده أكبر شرف لأيمن إسماعيل وللصالون. أساتذتي اللي على المنصة مش أفضل منكم جميعا، كلكم أساتذة وكلكم أولى بالمنصات، ولكن هو تشريف لازم تكليف. المسألة كلها ببساطة إن أنا بتعلم منكم كلكم، وإن أنا مهما اتعلمت فأنا تلميذ للجميع. برحب بيكم جميعا، ولو أقدر أقول لكم أرحب بكل اسم كنت رحبت بيه. بجد أنا مش لاقي كلام أقوله، لأني لو شكرت كل واحد فيكم اتعلمت منه حرف هفضل أشكره لحد ما أموت. أنا متشكر ليكم جميعا، شكرا. والكلمة للشاعر يوسف سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد أنا بكون سعيد جدا أما بشوف أصحابنا وزمايلنا الأدباء المحترمين اللي بيشرفونا من كل الأماكن اللي بيقولنا هنا في مدينة برج العرب. سعادة يعني كبيرة جدا، مش عارف أقول لكم إيه. أنتوا نورتونا وشرفتونا، وإن شاء الله ليلة جميلة جدا. إن شاء الله كلكم معزومين عند الأستاذ صابر العلالي في أبيس في الفرح بتاع عمه، وربنا يفرحه يا رب. أستاذ صابر العلالي، تحية لكم جميعا وليلة جميلة إن شاء الله. كلمة الدكتور حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. به أثق وعليه أعتمد، وبعد فأنا مبتهج الليلة، فهذه الليلة معدودة في أيام السعادة لحضور هذا المنتدى الجميل وتجديد العهد بالأستاذ الشاعر الجميل أيمن إسماعيل، وبصحبة الصديق العزيز الأستاذ يوسف سلطان، وجميع الوجوه المتداخلة والمضيئة في هذا اليوم السعيد. شكرا لكم جميعا. سعادتي بوجودي قدامكم ده سعاده مش عارف اوصفها ولا اتكلم عليها ازاي. القنوات الكبيره اللي موجوده على الساحه فعلا، ومش عارف عدد الاسماء، ويمكن انسى اسماء افضل شعراء موجودين بالفعل موجودين في برج العرب.
ودي أول مرة أجي فيها برج العرب. بشكر اللي كان السبب وجبني هنا. سر اشتغل على واحد بس. الشاعر الجميل أيمن إسماعيل، إن خليني أشوف حبايبي كلهم. الأستاذ يوسف سلطان اللي كنت يعني في صداقة سنين، وللأسف ما جتش برج العرب أول مرة النهارده. فأنا بقدم له التحية والشكر على المجهود الكبير اللي بيعمله هنا، وبشكر حضراتكم على تشريفكم وشكرا. والآن جاءت لحظة العرفان بالجميع، إذ يرغب شاعرنا أيمن إسماعيل في تكريم بعض أصحاب الفضل على أيمن إسماعيل كشاعر، وعلى وجوده بينكم وبعض من ساندوا صالون همسات الشاعر أيمن إسماعيل، وهو مجرد فكرة إلى أن أصبح بينكم الآن الأستاذ والشاعر يسر سلطان. مش عارف اقول ايه. الاستاذ ايمن اسماعيل صديق من فتره، من اول ناس عملنا طلعنا موضوع الصالونات للناس. يعني كنا بنشتغل على النت من اكثر من 6-7 سنين، وقلنا فكره ان احنا نكون صالونات. فانا بحيي ايمن اسماعيل تحيه كبيره جدا ان هو شرفنا برج العرب. كبير الدكتور حسن عباس والاستاذ محمد نافع اللي هم النهارده هنا شرفونا، وكل الناس مش عايز انسى اسم، انتوا نورتونا يا جماعه. الدكتور حسن عباس. لا في تكريم اول وفي تكريم اخر، والعشاء علينا. كما شرفنا بالحضور الدكتور الروائي الكبير التي من مؤلفاته قديسة ليسا، فاطمة، الطريق إلى الرومية، دكتور فوزي السويد. الشاعر السيد أحمد إبراهيم. هو بصور فيديو؟ الشاعر أحمد رضوان الإعلامي. السلامة نيابة عنه. اوكي. الشاعر عز الدين خلاف. لا انا الشاعر محسن الشريف. خد يا احمد كمل على انا اللي هندهوا عليا هيندهوا هتنده عليا. ماما ندى فجر. أبو هدى فرحان.
الشاعر محمد السيسي. بس اضرب صفارتين. اضرب صفارتين طيب. الشاعر وبنقول له الحمد لله على سلامته ابراهيم العشيبي. ألف مليون سلام عليه، تعرضه حادث والحمد لله ان هو بخير والعربيه سليمه. يا عم ده رقم مليون، ده التكريم رقم مليون، ده بالدوار. ما هديكش تفرق، انا عندي لما الصور جنب دول عشان الصور بالتكريم. ما احنا رايحين الفرح. خالد أبسمية اللي عامل الشغل ده شغل ايام كنت شغل. الدكتور ممدوح البنداري. حبيبة قلبي دكتورة لا دفاع. احمد في سالم صور الصين بيشرفنا الحضور لأول مرة في برج العرب أستاذ محمد نافع. وبرضك بنقول له الحمد لله على السلامة أخونا حمدي جابر. الشاعر أحمد سالم. عارف ان انت اللي عليك الدور. مع الإعلامية الجميلة حبيبتنا رسمية عادل. الشاعر واخونا صالح رجب. فينك يا صالح؟ يلا. الشاعرة أمل ماهر وتسلم نيابة عنها الأستاذة نادو فتيح. دكتور هو يومك النهارده. احمد تكلم انا طلبت منها الاستاذ وقالت لي هقول. ما انا عارفه، انا قلت لها كنت عليها.
ولن ننسى أبدا أصحاب المكان. خلاص يا عم. الأستاذ أحمد عبد الخالق مدير المركز، لم نفسك اهدى ما خلاص. انا بقالنا قد ايه كده؟ يا رب الأستاذ سعيد عبد الله المشرف الثقافي بمركز برج العرب. الأستاذ وليد خيري يتكلم عن نيابة عنه الأستاذ سعيد عبد الله. قول لي القصيدة اللي قلتها لنا في العربية. مش انت قلت العمية؟ قول لي. جامدة 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 وهتضيف الفيلم بتاعها بإبداع في صفحة. الأستاذ سامح الصاوي. ما بدع براحتي بس انا قوية جدا وفيها حاسس بتلعب على الروح نفسها. والله بجد عشان خاطر الوجه وهتشوف بص انا عادي ماشي حاضر. نشكركم جميعا ونتمنى لكم قضاء يوم ممتع معا.